السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم تغريد من قناة أكلة ملوكي. هنعمل الفطار مع بعض النهاردة 6 رمضان. هنعمل ايه بقى؟ قلت بقى اعمل شوية لوبيا كده حلوين، الأكلة الطيبة بتاعت الناس الطيبة. هنلف لفتنا برضو، مش هنشبع ولا نتمزج إلا من الطبيخ بتاعنا برضو جميل. أنا عندي جوزي بيحب الطبيخ أوي أوي أوي، غير ولادي، عكس ولادي يحبوا نواشف. ودي عادة كل الرجالة، هتلاقيهم بيحبوا الطبيخ ويحبوا اللحم. الأولاد تلاقيهم يحبوا فراخ ويحبوا نواشف، صح كده؟ ربنا يبارك فيهم ويخليهم جميعا يا رب. هبدأ أسلق معايا اللحمة، ومعايا اللوبيا كنت نقعها من قبلها بليلة. عايزة تنقعيها قبلها ب5 6 ساعات مفيش مشاكل. وبعد ما بتنقعيها بتمسكيها تغسليها حلوة أوي من المية اللي انت نقعها فيها. وبعد كده ايه، بتروحي غالية مية نضيفة على البوتاجاز وحطها فيه. بس أهم حاجة إن انت تغسليها من المية اللي كنت نقعها فيه، لأن المية دي بيبقى فيها الغازات وفيها الحاجات اللي هي ايه نازلة من اللوبيا. انتوا عارفين البقوليات بتعمل انتفاخات وكده وتعب في حد عنده قولون تعبان ولا حاجه. فانت عشان تتفادي الكلام ده اعملي حاجتين: اغسلي الحاجه لو انت ناقعه البقوليات دي، اغسليها كويس حلو قوي قوي بالميه قبل ما تعمليها. وتاني حاجه لو هتعمليها بطماطم صفي التفل بتاع الطماطم، هي اكتر حاجه بتتعب القولون وتعمل عسر هضم، التفل بتاع الطماطم ده. وربنا يشفي الجميع يا رب. معايا هنا شويه طماطم، هبدا اضربها في الخلاط واصفيها، ونبدا بقى نشوف مع بعض نعمل التسبيكه القمر دي. الطبيخ بتاعنا برضه سيبكم انتوا، مفيش اجمل ولا احلى من الطبيخ بتاعنا، بالذات في السقعه. يعني بالذات في الجو الشتاء ده، يعني انا بميل للطبيخ في الشتاء اكتر من الصيف. صح ولا لا؟ لقمه كده بتدفي الجسم كده وتعمر الدماغ. وهنعمل برضه شويه ملوخيه خضراء وشويه رز بشعريه. هحط فصين توم، لو انت حابه تعملي الحركه دي اعمليها. انا بحب طعم التوم في اللوبيا. بحط فصين نيين في قلب الطماطم وهي بتضرب في الخلاط، وهدق شويه توم تانيين هحطهم برضو ايه، هحط منهم معلقه في التغذيه. وهنا هندق التوم وانا بشوح البصله بحب احط ايه شويه توم معاه. براحتك، ده اختياري، مش حابه تحطي فيها توم خالص بلاش. في اكلات بتحب التوم وفي اكلات لا. البقوليات دايما بتحب التوم، سواء فاصوليا او لوبيا بيحبوا التوم قوي. هبدا هنا اجيب الماده الدهنيه، ومعايا اللحمه شغاله جنبي اهي. هبدا بقى اجيب الماده الدهنيه ايا كان بقى اللي موجود عندك ومتوفر عندك اشتغلي بيه. ما تقيديش نفسك بحاجه حبيبه قلبي. انا بحب احط معلقه زبده على معلقه زيت. بحب الطبيخ بالطريقه دي. في ناس بقى بتحب تطبخ باللية، في بالدهن، في بالزيت بس، في بالسمنة، براحتك اللي موجود يا حبيبتي، حلو رضا. ما تقيديش نفسك بحاجة. اجيب بقى بصلاية حلوة كده، وابدا بقى ايه اقطعها. مين زي بيحب يقطع على ايده كده؟ مش عارفة، ما بعرفش اقطع على حاجة. بحب الطريقة دي بصراحة، مع انها مبهدلالي صباع ايدي، بس يلا مش مشكلة. ما انا يعني ايه، ما بصفرش البصلة او ما بخليهاش تغمق عشان ما يتعبناش. برضو ده من ضمن الحاجات اللي بتتعب المعدة، ان انت بتغمقي البصلايه فبتتعب، بتبقى تقيله، تيجي تاكلي كده تلاقي لقمه تقيله كده على معدتك. لا، احنا عايزين ناكل لقمه وفي نفس الوقت تبقى خفيفه على معدتنا. وبعدين صيام. حطي مكعب ماجي، وحطي شويه فلفل اسمر، كمون، كزبره، وشمي ريحه طبيخك. بصي اللي في الشارع كده هيندهوا عليك يقولك هو انت ايه، انت بتعملي ايه؟ من جمال الريحه وحلاوتها. ومن اول معلقه لاخر معلقه طعم البهارات باين في قلب الحاجه وجميل. كده بتطلعي زيوت الطيارة بتاعت التوابل في قلب الخضار بتاعك أو الطبيخ بتاعك. هنجيب بقى الطماطم ونصفيها. بص بقى الجمال والحلاوة، بقى أحلى حاجة حصلت النهاردة المطرة الجميلة. ادعوا أما تلاقوا مطرة، ادعوا أبواب السماء بتبقى مفتوحة. ربنا يسترها معاكم جميعا ويسهل لكم، ويدي كل واحد كل اللي نفسه فيه. اللي نفسها تخلف تخلف، واللي نفسها تتجوز تتجوز، واللي نفسه ربنا يرزقه بالمال يرزقه، يرضيكم كلكم جميعا يا رب. يا رب يصلح حالنا جميعا يا رب، ويغفر لنا ذنوبنا، ونطلع من رمضان كده مغفور كل ذنوبنا. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. بصوا الجمال بجد، حاجة بصوا روقان. رمضان ومطرة، يعني ده نعمة كبيرة قوي. والله العظيم ربنا أنعم علينا بيها النهاردة. يعني أكتر حاجة حلوة بسطتني النهاردة. أنا بحب الشتاء قوي، بحب المطر قوي. هو اليوم ده كان عايز حلة محشي محترمة، صح؟ كان عايز كرنباية رايقة كده، شوية محشي كده لوز العنب. بس يلا تتعود. المطرة الجاية أوعدكم أول ما ألاقي مطر هروح الغيط وأجيب. عندنا غيطان كده ورانا هنا في آخر البلد، فيها كرنب صبح بيبقى عسل.
رجعنا بقى لطبخنا. هنا اللحمة استوت معايا يعتبر تلات ارباع سوا. بحب انا اخد اللحمة تكمل سوا في قلب الدمع، منها تتطعم برضو وتطعم لي الحاجة بتاعتي. طبعا انا محتاجة الشوربة عشان اعمل شوية ملوخية، وبتبقى حلوة برضو على الفطار كده، معلقتين شوربة كده بشوية ليمونة بتبقى جميلة. بص المطرة، فرحانة قوي، بس يعني عايزة اعمل الفطار، هعمل ايه؟ يعني لو كانش ورايا حاجة كنت طلعت قعدت في المطر. نعمل بقى شوية رز بشعرية، بحسهم بيليقوا على بعض، كحس ان هم ولاد عم. اللوبيا ورز بشعرية، مش عارفة. والابيض برضو حلو، بس قلنا تغيير بقى شوية. انا عندي ولادي بيحبوا الابيض، باباهم بيحب بشعرية وبيحب اللي هو الحبة وحبة. احب رز القلب بصراحة، هو بيبقى جميل بأمانة، بالذات لما بتعمليه صح. اقول لك على تكايه، وانت بتعملي رز بشعريه بعد ما حمرتي الشعريه كده، حطي معلقه كزبره. اسمعي مني، كزبره تغريد في الرز جربي جربي وهتدعي لي والله. حطي مكعبايه ماجي، شويه كزبره كده، وشوحيهم معاه، وهي انت بتشوحيها كده الشعريه. واحده حبيبه قلبي قالت لي على المعلومه دي، من ساعتها بعملها تحفه. كل اللي ياكل رز عندي بشعريه يقول لي هو طعمه ليه مختلف، ما احنا بنعمله بس مبقاش حلو كده. بصي هتعمليها هتدعي لي. ايه شويه تكات وحاجات بسيطه. معانا بقى شويه ملوخيه بقى خضر كده عسل، هنغسلهم بقى ونقطفهم ونقعد بقى نخرطهم بقى. كانت ليله يا عمده النهارده، كانت لقمه جميله والله. بألف هنا وشفا للي كان لي نصيب فيها. الملوخيه اهي، وحطيت فيها حته توم، معانا قرن فلفل حراق، ومعانا شويه كزبره خضراء، حطيهم معايا. بصي هتودي لك الملوخيه في سكه تانية. جربي بس شويه الحاجات دي وادعي لي. وكل واحد بقى وليه حاجته بقى اللي بيشتغل بيها واللي بيحطها. خرطي بقى الكميه دي. هخرط بقى شويه الملوخيه، وبعد كده نعملها بقى، بعملها على الفطار على طول. هنا بوريكم، بصوا الدمع صلاة النبي اللهم بارك. ورد، ده الكاميرا ظلمها كمان، الكاميرا مش جايبة الدرجة بتاعتها. اللوبيا بالذات بتحب الطبيخ بتاعها يبقى أحمر. هو كل الطبيخ عامة، أنا بحب الطبيخ لما يبقى لونه أحمر، مش عارفة، ما بحبش اللون اللي بيبقى باهت شوية ده. وبعدين يعني ما تخليش في ناس سبحانك يا رب تعمل اللوبيا دي تحس إن الواحد عايز يضرب بالانس في قلب الحلة ويجري كده في سبع على ما يطلع اللوبياية. لا، طب وليه العذاب؟ انا بحب الطبيخ ما يبقاش مايع كده، يبقى مليون ميه كتير قوي، لا يبقى ماسك نفسه كده. مين زيي بقى؟ هي اذواق يا جماعه. هنا بحط حته توم صغيره نيه في قلب الشوربه. هنا بغلي الشوربه وبطفي عليها، وبروح حاطه الملوخيه ومقلباها. بصوا الطريقه دي وغطيها. اللي يقول لك بقى تسقط، قولوا له ابدا، انت بتنجح وتجيب مجموع وبتطلع الاولى. ازاي يعني تسقط معانا؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ما ينفعش الكلام ده. عايزه تحطي نكته كربونات ونكته سكر عشان يفضل اللون اخضر قوي، بس انا ما بحطش حاجه والله. يعني انا بعملها بتفضل خضرة معايا من اول معلقه لاخر معلقه، ما بتسودش. ليه بقى؟ ما بغليهاش كتير، وبعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. مش لازم تعملي كميه كبيره، يعني انت مش هتخزنيها. هي يا دوبك على قد طاقه او تاني يوم منها وخلاص. هي الاكله دي كان ناقصها ايه بقى؟ شويه بتنجان مخلل وشويه فلفل حراقين، واوعى. بس يلا تتعود. هنا بوريك اللوبيا، بصوا ما شاء الله، كانت زي الفل. وهنا المخبص ولا سقطت ولا جابت ملحق ولا اي حاجه، زي الفل اهي، ناجحه وجايبه مجموع. هنعمل بقى التومه بتاعتها اللي هنقللها بقى. ده كده خلاص، يعني خلاص الاذان هيأذن. بحب اعملها على طول على الفطار على طول، عشان تلمع معاكي ويبقى على وشها باين ان انت يعني صارفه ومكلفه كده. حطي معلقه زيت على زبده او سمنه. ما تحطيش سمنه، بس سمنه بس ما بتبانش، بتغطس كده جواها ما بتبانش. حطي شويه زيت، دي برضو من ضمن المعلومات بتاعه الملوخيه. عايزه تحطي نكته سكر صغننه خالص عشان خاطر، خدي بقى من التقليه دي معلقتين وحطيهم في قلب اللوبيا، وسلمي لي على القولون بتاعك بقى. بجد في ذمه الله القولون النهارده، والله كانت لقمه جميله. عملنا كده التقليه اهو، هحطها بقى. بصوا حاجه كده يعني فاخر من الاخر، خضرة وجميله، بألف هنا وشفا. وده كان فطارنا البسيط اللذيذ النهارده. ملوخيه، شويه مخلل حلوين، شويه شوربه وليمون،
صبينا بقى التمر بتاعنا وعملنا شوية رز بشعرية واللوبيا بقى بتاعتنا، والحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا ويديمكم نعمة في حياتي يا حبايب قلبي. ربنا ما يحرمني منكم ولا من دعواتكم ولا كلامكم الجميل. ربنا يخليكم ليا يا رب، ويخلي لكم حبايبكم كده ودايما متجمعين في الخير. ورمضان كريم يا جماعة، والله رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله.